بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني وحبايبي. برحب بكم في قناتي، قناة وصفة في المطبخ. آه، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيد علينا وعليكم باليوم من الخير والبركات. عيد مبارك عليكم يا رب وعلى أثركم. إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله تكونوا كل واحد حقق كل اللي هو عايز يشوفه في حياته وكل اللي بتمنى لكم كل خير وكل صحة وكل عافية. النهاردة ان شاء الله اول ايام عيد الاضحى، وتعالوا نشوف ان شاء الله الوصفة بتاعت النهاردة. الوصفة اللي كل المصريين بيعملوها في اول يوم العيد، ودي تعتبر عادة عند كل المصريين. كل المصريين اول يوم العيد اول حاجة بيعملوها طبعا في الفطار الكبدة، وبعد كده بيعملوا على الغداء طبق الفتة. فيلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبتدي في وصفة أول أيام العيد وهي طبق الفتة. قبل ما نبتدي لايك لو سمحتوا، واشتراك تفعيل زر الجرس، وتعليق مميز. أول حاجة معانا زي ما انتوا شايفين العيش المحمص. هتحمصيه في معلقتين سمن بلدي او زبدة او سمنة عادية او اي حاجة اللي انت عايزاه، وتقطعيه كده قطع صغيرة. وبعد كده بالشوربة بتاعت اللحمة بتاعتك اللي انت سلقتيها، هتبلي العيش كده وتركنيه على ركن وتسيبيه لحد ما يطرى معاكي، على بال ما تعملي باقي المكونات. زي ما انتوا شايفين انا بليت العيش بالشوربة كده، وهسيبه لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. الخطوة التانية انا معايا راس توم كبيرة شوية، طبعا طحنتها في الكبة او بأي طريقة، المهم ان انت تنعميها. معايا طبعا الخل ومعايا الثوم، ودول الراعي الرسمي لوجبة النهاردة، الخل والثوم. عشان طبعا هي فتة بالخل والثوم. ومعايا طبعا الصلصة اللي قوطة مضروبة في الخلاط، والكمية انت اللي بتحدديها. بعد ما سبتها شوية بوريكي لسه مطريتش قوي، هسيبها شوية تاني لسه عشان توصل معايا للمرحلة اللي انا عايزة، لسه ناشفة شوية. فهركنها تاني شوية عشان خاطر، او لو كانت محتاجة مني شوية شوربة تاني هحطلها شوية شوربة. حطيت طبعا التومة عشان احمرها، عايزاها توصل معايا المرحلة الذهبية كده، يعني تصفر اصفرار بسيط. بقلب التومة، وطبعا برضو حطلها معلقتين سمنة او زبدة او اللي انت عايزاه، الحاجة اللي انت تفضلي ان انت تحطيها في الاكل بتاعك. وبقلب التوم فيها لحد ما توصل معايا للمرحلة الذهبية كده، للون الذهبي. اقلبها كويس زي ما انت شايفة اللون لسه شوية، حاجة بسيطة خالص. هقلب، وكده هي وصلت معايا المرحلة النهائية. مش هديها تاني اي لون. 3 4 معالق من الخل واضيفهم على الثوم. بمجرد ما هتحطي الخل على الثوم كده هتحسي ان هو بيغلي في بعضه، الثوم والخل بيغلوا مع بعض. تقلبيهم تقليبة صغيرة كده. وبعد كده هتكوني طبعا محضرة القوطة بتاعتك انت، ضربها في الخلاط وجاهزة معاكي عشان خاطر تحطيها على الخل وعلى الثوم. خدت القوطة بتاعتي كده واروح حطها على الثوم، وهسيبها لحد ما تتسبك. شايفين بتغلي كده؟ لا مش كده، مش كفاية. هحط طبعا التوابل، معايا شطة ومعايا، عايزة تحطي يعني نسبة شطة بسيطة وملح وفلفل اسمر ومعلقة بابريكا وشوية كمون صغيرين قوي وكزبرة، وهتحطيهم على الخلطة ديت اللي انتوا شايفينها ديت. وهسيبها تاخد وتدي كده مع بعض لحد ما تتسبك
وتوصل لمرحلة ان هي تحس ان هي اتسبكت كده وشربت المية اللي فيها. زي ما انت شايفة كده. في المرحلة دي انا كنت عملت الرز طبعا وما عملتهوش قدامكم، كلنا بنعرف نعمل الرز. طبعا قلبته كده شوية وبعد كده زودته بالمية بالشوربة، وهوطي النار خالص خالص لحد ما يستوي معايا. هو كده استوى معايا ومفلفل خالص زي ما انتوا شايفين. بوريكي الصلصة يعني خلاص كده قربت توصل لمرحلة التسبيك، كده استبكت معايا خلاص. بس هسيبها دقيقتين 3 تاني على النار عشان تطلع كل المية اللي فيها. كده هبتدي احضر الطبق بتاعي. وطبعا اول حاجة في تحضير الطبق العيش اللي انا كنت محضراه. هبتدي اخد من التسبيكة اللي انا عملتها دي شوية واقلبهم في العيش عشان ياخدوا طعم الخل والثوم والقوطة، وتبقى الطبق كله متماسك كده في الطعم. كده حتى على الطبق اللي انا هغرف فيه العيش وافرده فردة كويسة كده. حسيتي ان الصلصة اللي انتي حطاها مش كتير او مش كفاية، يعني حطي تاني لحد ما تحسي ان خلاص كده انتي مش محتاجة تاني. انا حاسة ان الصلصة قليلة فابتدي احط تاني معلقة على او مش معلقة يعني كبشة كده احطها واوزعها على على الفتة بتاعتي او العيش بتاعي. وزي ما انت شايفة كده وزعته في الطبق توزيعة كويسة. وبعد كده هجيب الرز وهبتدي احط على وش الفتة الرز بطريقة منتظمة كده، هوزعه برضو. يستحسن ما تكونش الطبقة بتاعت الرز عالية جدا، وكمان برضو طبقة العيش ما يستحسن انها ما تكونش عالية جدا، يعني تكون نسب بسيطة كده عشان متحسيش ان انتي بتاكلي عيش خالص، او يعني نسبة العيش مختلفة عن نسبة الرز، بتبقى مش كويسة. يعني مثلا بنسبة نسبة الكثافة بتاعت العيش بنسبة مثلا 3 ل1 أو 2 ل1 هتبقى حلوة أوي. بعد كده بعد ما غرفت الرز بتاعي هبتدي احط الصلصة طبعا اللي انا عملتها معاكم كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بجيب كده بالمعلقة بتاعتي وبعمل بطريقة طولية كده. طبعا حط الصلصة بالطريقة اللي انت عايزاها، بأي طريقة انت تحبيها. ممكن تحطيها في النص، ممكن ترشرشيها على الطبق كله، ممكن تعملي زي ما انا بعمل كده، ممكن تعملي اي طريقة انت تحبي تقدميها لولادك بالطريقة اللي انت عايزة. انا عملتها بالطريقة دي قدامكم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بيستحب كمية الصلصة تكون كتيرة على طبق الفتة، عشان كده احنا مش بنكتفي بكمية الصلصة اللي احنا بنحطها على طبق الفتة، احنا بنغرف في طبق جنب طبق الفتة كده عشان اللي عايز زيادة من الصلصة بياخد ويزود. وزي ما انتوا شايفين كده انا لسه بحط في الصلصة. وصلت معايا لحد هنا، لو سمحتي ما تنسينيش باللايك، انزلي بسرعة كده حطي اللايك، ولو ما كنتش مشتركة معايا اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. انزلي تحت واعمليلي كومنت يشجعني ويخليني استمر. كده خلصت حط الصلصة على طبق الفتة، وهنشوف هنعمل ايه تاني. في المرحلة دي انا كنت بحمر اللحمة تحميرة خفيفة كده، وبعدين حطيتها على وش الطبق، وزينت الطبق بتاعي بشرايح من الخيار كده،
وده شكل الطبق بتاعنا بعد ما خلصنا. ايه رأيكم؟ شكله جميل جدا طبعا، بالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. يعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله. السنة الجاية كل واحد يحقق أماله بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. استنوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.